السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم ان شاء الله فيديو جديد بالقناة. غادي نحضر معكم لينين بالخضار وايضا بالكروفيت، كيجيو رائعين ساهلين بزاف، بورقة ديال الفيلو كتجي مقرمشة. نبداو على بركة الله بطريقة التحضير وايضا المكونات. هنايا اول حاجة كناخذ المقلة ديالي كنديرها كتسخن، كنضيف شوية ديال الزويته بلدية، القياس اللي يكفيني فين نشحر المكونات اللي عندي. بالنسبه للمقادير هنايا غادي نحتاج فلفله حمراء وخضراء، شامبينيون بكميه كثيره، ايضا البورو اولا البواغون اللي قطعته حتى هو على هذا الشكل هذا، ثلاثه ديال الدراسات ديال الثومه، وغنحتاج الجزر والقرعه خضراء محكوكين على هذا الشكل هذا. هنا اول حاجه كناخذ البورو اولا البواغون بعد ما سخنت ليا الزويته ونضيفها باش تشحر ليا، وايضا غادي نقطع دوك الدريسات ديال الثومه. فصافي غادا نزيد هنايا الثوم وغادي نخلي هاد جوج مكونات يتشحروا مع بعضهم، ثم غادا نضيف الفلفل الاحمر او الاخضر. بالنسبه للفلفله نتوما شوفوا اي لون متوفر عندكم، كانت حتى الصفراء ضيفوها. انا ضفت هنايا فقط الخضراء والحمراء، نتوما لكم الاختيار، ممكن لكم تضيفوا فقط لون واحد لانه الفلفله كتواترنا بزاف مع مذاق ديال السمك. هنا غادا نخلط الفلفله مع البورو، غير يبدا ينزلنا شويه، وغادا نزيد شامبينيون. كما كتعرفوا ان الشامبينيون فيه فوائد كثيره وعديده، وبالنسبه للطياب راه دغيا كيطيب، يعني ما كيتعطلش لينا، ما كياخذش لينا الطياب بزاف، داكشي اش كنديروا في المرحله الاخيره. فصافي هنايا غادي نخلط المكونات ديالي كاملين، نخليهم يتشحروا ويندمجوا مع بعض، وغادي نجي باش نضيف الجزر والكورجيت او القرعه الخضراء. هنا غادي نعزلها واحد المكان، ما نخلطهاش من الاول. غادي نضيف شويه ديال الزويته بلديه وغادي نبدا نخلطها واحد شويه، لانه بالنسبه للقرعه وخيزو ديال هاد الوقيته تبارك الله دغيا كيطيبوا تيكونوا طريين. غادي نحاول نحركها في بلاصتها هنايا شويه، ثم في الاخير غادي نمزج المكونات كاملين وغادي نضيف التوابل. فخليكم معنا فيديو باش تشوفوا تتم التحضير ديال هاد لينيم هادو اللي كيجيو لذاذ رائعين بالخضر والقمر وايضا الدجاج، وكيجيو رائعين بزاف وفيهم منافع كثيره لانه فيهم الخضر. خليكم على فيديو فرجة ممتعة. ففي هذه المرحلة هذه صافي تقريبا الخضر ديالي يعني قربوا يطيبوا. غادا نضيف دابا التوابل، ضفت الملح وغادا نزيد الابزار وغادا نزيد بعض الاعشاب المنسمه. هما هادو بالنسبه لما توفرتوش عليهم ديروا شويه ديال الزعتر او الزعتره مع شويه ديال العزير ورقه سيدنا موسى، يعني هادو كيعطيونا نكهات مختلفه للعماره ديالنا. هادو ايضا اعشاب حتى هما منسمه، فكيف ما سبق لي وقلت لكم انهم كيبقاو اختياري. ضفت الربيع او القزبر وبعدنوس، غادي نحرك كل شيء نخليه حتى تدخل ليا العطريه او التوابل اللي ضفت مع هاد الخضر هذه. صافي نتسنى على تقريبا واحد 5 ديال الدقائق ونطفي على البقيله ديالي وندوز باش نحضر معكم الدجاج والكروفيت. صافي في نفس المقله بعد ما زودت الخضر ديالي غادا نضيف الزيت الروميه اولا الزيت النباتيه، غادا نزيد الدجاج. هنا ما درت له لا عطريه لا توابل لا حتى حاجه، فقط الدجاج ما فيه حتى حاجه، وغادا نحركو واحد شويه وغادي نتبلوه هو في المقله ديالو. بالنسبه للتوابل غادا نضيف الملح، شويه ديال الابزار وشويه ديال الاعشاب فقط، وايضا الربيع غادي نضيفو حتى هو من بعد. هنا غادي نكمل الاضافه ديال التوابل، نحرك كلشي، ثم غادي نزيد الكروفيت، شويه ديال الكمون ايضا نسيت ما ذكرته حتى هويا ضفتو مع الدجاج كيجي رائع لذيذ بزاف. وغادي نضيف الكروفيت ايضا معاه. فهنايا من بعد ما زدت الكروفيت اولا القمرون غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الزبده، كتعطينا مذاق لذيذ مع الكروفيت ومع الدجاج. غنخلط المكونات ديالي بجوج. بالنسبه غنشوف اولا الا باقي خاصني شويه ديال التوابل من بعد ما زدت الكروفيت، نقدر نزيد شويه ديال الاعشاب، نقدر نزيد شويه ديال الابزار، وغادي نضيف الربيع. هادو هما التوابل بالنسبه الدجاج ديالنا والكروفيت، كنحاولوا نحافظوا على المذاق ديالهم. ايضا هنايا ضفت ورقه سيدنا موسى وغادي نزيد شويه الاعشاب كيف ما قلت لكم. غنخلط المكونات كاملين، نتسناو على الدجاج والكروفيت حتى كينشف لينا تماما وكيجي ناشف،
ثم غادا ناخذ ديك الحشوه ديال الخضر اللي زولت قبل، نعاود نرجعها للمقله ديالي هنايا، نخلط المكونات كاملين، وهنا كتكون الحشوه ديالنا راها وجدات. فخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. هنايا من بعد ما خلطت الدجاج كروفيت مع الخضره اللي سبق لي وجدت في البدايه، غادا نضيف دابا شويه د الفرomاج وايضا الشعريه ديال الروز اللي سبق لي ودرتها في الماء اللي سخون مع شويه ديال الملح. غنخلط المكونات كاملين حتى كيندمجوا، وندوز مباشره باش نبدا نعمر لينام ديالي. فهنايا بالنسبه ليا استعملت ورقه ديال الفيلو، يمكن لكم تستعملوا ورقه ديال البسطيله نتوما شنو متوفر عندكم. هنا بالنسبه للورقه ديال الفيلو انا ما كندهنهاش باش ما تجينيش مزيته حتى الاخير، حتى كنصفها في الطاوه عاد كندهن الوجه ديالها فقط. هنايا راه كتجي مقرمله، كتجي طايبه من الداخل، كلها مقرمشه من الداخل ومن برا، فلذلك لا داعي اننا ندهنوها ونكثروا لها الزيت. انا كناخذ ورقه الفيلو بهذه الطريقه هذه، كنقسمها على جوج، كتكون ورقه واحده اللي هي كبيره، وصافي كنبدا نعمر يعني لي سيغار اللي عاديين اولا لي نيم، طريقه اللي سهله وكلشي كيعرف لها. انا غادي نعاود معكم جوج واحد اخرين. فنفس الطريقه كما قلت لكم، ندير الحشوه ديالي كنطوي الجناب وكنعاود نلوي صافي حتى نكمل الحشوه ديالي كامله اللي عندي مع الورقه ديال الفيلو اللي عندي، ونستفهم في الطاوله اللي كتدخل الفرن. فبقاو معايا. فهنايا من بعد ما كملت لي نيم اولا لي سيغار اللي معمرين بالكروفيت والخضر، غادي ندهنهم بالزبده. ذوبت الزبده هنايا وغادي ندهنهم مزيان بالزبده. ثم في هذه الاثناء راني كنكون مشغله الفران، درتو كيسخن درجه حراره ديال 190 او 200، شاعله من الفوق ومن التحت، وغادي نديرهم في الفرن، وان شاء الله ملي يوجدوا نقدمهم لكم بالصحه والراحه. بالنسبه لي هنايا صافي خرجهم من الفران وغادي نديرهم في الطبق نقدمهم لكم. شفتوا اللوين كيفاش كيجي؟ كيجيو رائعين بزاف. بالنسبه للورقه كتجي مقرمشه لذيذه بزاف، والحشوه ولا اروع. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. كنتمنى منكم تشجعوا القناه لان مشاهدات ضعيفه بزاف، ويعني كنبذل مجهود، فكنتمنى تشجعوني باش نزيدوا لقدام. شكرا على المتابعه، خليتكم على خير، مع السلامه.